بس انا لما باجي اتكلم عن الموضوع ده انا بتكلم من جزئية ان انتي تحترمي ذاتك، تحترمي فكرة ان دي انتي ومفيش ناس. وبصيتي على نفسك في المراية ولقيتي نفسك اللي هو انا مش حاسة ان دي انا، اعرفي ان فعلا في حاجة غلط. عايزاكي تبصي في المراية انتي حاسة ان انتي واو. مظهرنا بيخلي عندنا ثقة واحنا بنتكلم، بيخلي عندنا ثقة كبيرة جدا. مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نشوف احنا عايزين نبقى ايه ونتخيل نفسنا، عشان زي ما قلتلكوا fake it till you make it. نتخيل نفسنا الشخصية دي مدعومة بكل الكلام اللي قلته في الفيديو. بصوا انا دلوقتي عندي شخصيتين، عندي فرح وفروحة. فروحة بتحب تتكلم جدا قدام الكاميرا، تعرف تقول افكارها، بتعرف تصور، بتعرف وبتروح وبتيجي وعايزة تحضر مثلا مش عارفة ايفنتس مش عارفة ايه وتتكلم مع ناس. ولكن عندنا مثلا فرح مش عارفة تعمل حاجة معينة، فرح بتكسل. فانا بتخيل نفسي ان انا فروحة، بتقمص الشخصية ان انا نفسي اكون عليها واقول دي انا. يعني انا دلوقتي وانا بتكلم في الفيديو ده انا شخصية فروحة لحد ما ابقى فعلا في الواقع فروحة. والحمد لله انا ساعات بحس ان انا دلوقتي انا بحس ان انا فروحة. فاللي انا عايزة اقوله نشوف الشخصية اللي احنا نفسنا نبقى عليها، ايه الروتين بتاعها، بتعمل ايه في حياتها، بتهتم بنفسها ولا مش بتهتم بنفسها، بتقرا ايه، ذاكر ايه، بتشتغل ازاي. كل الكلام ده ورقة وقلم واكتب لحد ما يبقى عندي شخصية قدامي. دي طريقة كلامها، دي طريقة لبسها، دي طريقة ازاي بتتكلم عن نفسها، ايه الروتين بتاعها، وتبقى هي دي شخصيتي.